السلام عليكم. كنقدم لكم ميشيل، والله الا ميشيل كاع سميتو ميشيل ديال لامود ولكن ما عندها زهر زهر انا كنحاطو على وصافي. بحال دابا كتلقى قط في الزنقه ملاقي ما ياكل، وكتلقى قط عنده الباسبور كطبع الفيزا ودايز من بلاد لبلاد. المهم خوتي السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. سمحوا لنا تعطلنا عليكم، ولكن كاين ما يبان ولكن ما كاينش اللي صوانا. تشوفوا دابا كنا كنحاطوا دابا كنحاطوا الجنانه، حنا حاطنا جنانه حاطوا فيه هادشي كنا كنحاطوا حنا خدمناه. المهم هاد الجنانه هو اللي كان وقع لنا داك المشكل ديال الدواء، سقيناه وخدمناه. المهم اللي ما عرفش المشكل يدخل اخر فيديو اللي قبل هذا غادي باش فهم البلان كامل وعرفنا علاش داوين. المهم الموضوع ديالنا اليوم هو الموضوع ديال الفصاق، هو اللي ندوي عليه دابا. اذا خوتي الموضوع ديالنا هو الموضوع ديال الفصاق. شي واحد باغي يزرع الفصاق ما عارف شحال خاصو من كيلو في الهكتار او لا في الخدام، فكنشكر الاخ اللي سولني في الكومونتير. نتوما لا عندكم شي اسئله وبغيتو تعرفوا شي حاجه خلوها في التعليقات. وبالنسبه للجواب شحال خاصو وشحال داير الثمن الكيلو، على حساب الشخص اللي يزرع لك خاصو يكون محترف، ولا على الاقل يكون فايت لي يزرع اللفت حيت بحال الزراعه ديال اللفت بحال ديال الفصاق نفس الحبات الحجم ديالها، وهي صعيبه الزرع ديالها لان كتحتاج واحد الكميه اللي صغيره. فالهكتار كيحتاج ما بين 25 كيلو حتى ل 30 كيلو، يعني 2.5 كيلو ونص في الخدام حتى ل3 كيلو في الخدام. وبالنسبه للثمن ديالها فهي من 50 درهم 60 درهم على حساب الجوده وعلى حساب المنطقه اللي كتباع فيها. المهم الزراعه ديال الفصاق هي هادي دابا خديتها من الفصاق، تشوف كيفاش دايره الشكل ديالها. غادي نشوفها دابا. كتكون عندك الفصاق كتخليها واحد المده كتولي فيها الزريعه. شوفها هاد المعلومة بالنسبة للأشخاص اللي باغيين يزرعوا الفصة، فهي كتبقى في البلاد على الأقل 5 سنين حتى ل6 سنين 7 سنين كاع، وكاين اللي ما كيبقاش يحيدها كاع. البلاصة الخوات مثلا قتل السلك، من بعد ندوي على هاد النقيمة ديال السلك اللي كيقتل الفصة. كتخوى شي بلاصة كيمشي يزاودها يعني كيعاود يزرع ديك البلايصة الخوات ولا ديك القنتة اللي قتلها الماء ولا شناهي كتبقى عندو. ها الزريعة ديال الفصة ديالنا هاهي. نتمنى انكم تكونوا شفتوها هاهي صغيرة صفار. بالنسبة للزريع فالشخص البروفيسيونال المحترف خاصو يكون يزرع لك الشخص اللي فايت زراع الفصة، لانه كيدير الكمشة الواحدة، كمشة هي هادي كيدير فيها 5 نوبات ولا 4 نوبات بحال هكا باش كيلوحها، وما ما كيحرشهاش. خاصها تكون خفيفة، على الاقل تكون واحد 5 سنتيم ما بين الجدرة والجدرة، لانها كتمغالا وكتحرش غير بحدها. ناخذ واحد المثال بسيط. هادي الفصة ديال العام، هاي ديال العام. هاد الفصة ديال 6 سنين، 6 سنين العدد 6 سنوات. كنشوفوا الفرق ما بين عام فصة حتى عام. هادي شوف النوبة الاولى كتنوض هي وحدة، كتنوض لك بحال وحدة كتبان لك حاشة تبغي تحيدها، كاين اللي كيبغي يحيدها ومن بعد كيخليها وكتولي كتجامع يعني كل حسكة فهي كتزيد تخلف بالدوبل ولا كتر.
شوفوا بين عام وبين 6 سنين. شوف بحال دابا اللي كانت وحده حدادا تولي مزاحمه ما تبقاش ديرها. شوف تبارك الله شحال من جدار. شوف ها، وقد ما ولاو عاد السنوات فهي كتزيد تهبط، كتجاوز المتر الواحد في الهباط لتحت في الغوك باش كيهبط الجدار ديالها كيولي عريض كما كتشوفوا هنا، كتولي عريضه. هي كتبغي الماء، خاص يكون عندك البير ولا على الاقل شويه ديز من حدا، خاصها تبقى تسقى ما بين 8 ايام حتى 20 يوم على حساب الماء اللي عندك. خاص يكون الماء كافي، قد ما حسك قد ما سقيتي فانك تحسك بكري وكيكون عندك واحد المنتوج اللي هو جيد وممتاز. فالفصة هنا ولات مشروع بالنسبة للناس اللي بغاو يبيعوها، ولا بالنسبة للناس اللي باغا توكلها للكسيبة فهي مزيانة. النص في العلف هي الفصة. وبالنسبة للأشخاص اللي ما كيعرفوش يزرعوها أو لا ما كاينش شي واحد فيتزرعها ويمكن يزرعها لك، فكيخلطوا مع الملحة ديال سميتو الملحة الزراعية اللي كدير الزراع وشمندار داكشي الفلاحية، فكتخلطها معاها فشي خانشة وشناهي كتلوح الله باش كتجي هي هاديك. هاولا كاين اللي كيخلطها مع التراب ولا رملة باش الله كتجي تعمر لك ليدك كتلوح باش كتجي مزيانة. ومن بعد ان شاء الله غادي ندويو على شناهي المشاكل ديال الفصة وكيفاش خاصك تداويها وباش تداويها ومناش تحضيض. كاين واحد البعبوله مع الزريع ديالها كتنوض معاها كتكون موجوده كطحنها في البدايه، يمكن دير لك المنتوج كامل. واحد البعيبيله داير بحال الشكل ديال الفيس، هذيك حتى عندها واحد الدواء خاص بها. وكاين واحد السلك اللي نديرو عليه ان شاء الله واحد الفيديو، هادو بجوج نديرو عليهم فيديو بحدهم. وكنشكركم على المشاهده، وصلتوا هنا خليوا واحد اللايك، دعمونا الخوت، محتاجين الدعم ديالكم في هاد الفتره هذه بالضبط. والى اللقاء، نتشوفوا فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.